يوم في الجيم مع ماما. يلا يا ملك، النهاردة ان شاء الله هنروح الجيم علشان دكتور التغذية قال ان انا لازم اخس. انتي تتمرني علشان انتي في اجازة وانا في نفس الوقت اخس. حاضر يا ماما. يلا بسرعة حضري لبس الجيم ويلا بينا. احنا هنروح الجيم ازاي يا ماما؟ ايه رأيك نروح مشي ونعتبره جزء من التمرين؟ بس الجيم بعيد قوي يا ماما. خلاص يلا نروح بالعربية. يلا يا ملك، العربية منتظرانا. وصلنا يا ماما. يلا يا ماما، هتختاري انهي جهاز؟ هطلع على الجهاز ده جميل. انا تعبت يا ملك. لا يا ماما، احنا لسه بادئين التمرين يا دوبك من 5 دقايق. ياه انا جعانة قوي. انتي لحقتي يا ماما، احنا لسه فاطرين في البيت، وبعدين احنا لسه بادئين التمرين. يا ماما لازم يكون عندك إرادة. هتتعبي شوية في الأول وبعد كده التمرين هيبقى سهل. طيب خلاص، أمري لله، هكمل. أنا عايزة أشرب عصير، أنا عطشانة. يا ماما ما ينفعش كده، لازم تكملي ويبقى عندك إرادة علشان تخسي وتبقي رشيقة. هي الساعة كام؟ هو باقي قد إيه على التمرين؟ خلاص يا ماما، هي كلها نص ساعة والتمرين يخلص. طيب أمري لله، أستحمل الساعة دي. أخيرا التمرين ده خلص. انتي عارفة أنا مبسوطة جدا إن أنا بذلت مجهود كبير. أخيرا التمرين ده خلص. انتي عارفة أنا مبسوطة جدا إن أنا بذلت مجهود كبير. أنا محتاجة آخد شهر استراحة. يلا بقى نرجع البيت. ايه رأيك نعدي على مطعم ونجيب سندوتشات برجر ناكلهم واحنا في العربية لحد ما نروح ونعمل غدا؟ بس كده سعرات حرارية كتير، وكده هيضيع اللي انتي عملتيه في التمرين. خلاص بقى يا ملك، ده أول يوم ونعتبره اليوم الفري. يلا بقى يا ملك اطلبي الليفري من بره علشان انا مش هقدر اعمل اكل النهارده. انا عايزه وجبه كومبو علشان التمرين ده بيجوع. حاضر يا ماما، بس ده كتير. خلاص بقى يا ملك، ده اليوم الفري بتاعي. انتي لسه بدأت يا ماما علشان يبقى يوم فري. الحمد لله كده اتغدينا. اطلبي بقى يا ملك بطيخة كبيرة وعلبة زبادي. ليه يا ماما، هتعملي بيهم ايه؟ هتعشى بيهم لوحدي علشان هبدأ رجيم.